ومين فينا ما بيحبش البسكوت السنيكرز؟ النهارده بقى نعمله بطريقه سهله جدا ومبسطه. وعملت معاكم من ضمن حلويات العيد الكوكيز الفيديو اللي فات، فالنهارده حبيت اعمل معاكم السنيكرز. هيطلع معاكم كده العجينه مقرمشه جدا، والبسكوت والصوص الكراميل حلو جدا من جوه، وهنعمله كده معانا في البيت. فيلا بينا نشوف الفيديو ونسمي الله. اول حاجه بيكون كده معايا 160 جرام كده من الزبده، بتكون بدرجه حراره الغرفه. هبتدي بقى احطها كده في بوله، وهيكون كده معانا نص كوبايه كده من السكر. ده سكر بودره انا ضرباه كده في الكبه عشان يسهل معانا في العجن، ومعلقه صغيره كده من البودر، وبيضايه بدرجه حراره الغرفه، ومعلقه كده من الفانيليا، وكوبايتين كده ونص من الدقيق المنخول. هبتدي بقى اضيفهم كده، وهبتدي بقى اعجن كده بايدي. طبعا لو في عجان بنعجن بيه، انا استخدمت بايدي، هفضل اعجن فيها لحد ما العجينه تلم كده معايا. مجرد ما لمت كده هدخلها بقى في كيسه كده، احطها وادخلها في التلاجة ترتاح لمدة 10 دقايق. هنحضر بقى صوص الكراميل. جبت بقى كوبايه كده من السكر، وهبتدي بقى اضيفها، وهتكون النار هاديه جدا لحد ما السكر بس يتكرمل كده من تحت شويه. واول ما يتكرمل بالشكل ده هبتدي بقى ان احركه. في الوقت ده هبتدي احركه، السكر كده هيكتل معانا، ما تقلقوش، هو كده كده هيسيح وهيدوب كده معاكم. واول ما السكر كده يدوب وما يكون ما فيش يعني حبيبات كده من السكر، ابتدي احط كده معلقه من الزبده، وابتدي بس اخليها تندمج مع بعض بالشكل ده. وابتدي بقى اضيف بقى كوبايه كده من اللبن الساخن، واقلبهم كده لحد ما السكر برضو يدوب وما يكونش فيه اي تكتلات. هضيف بقى نص كوبايه من اللبن، وعليهم معلقه كده من النشا، وابتدي اقلب كده بيهم بالمضرب بالشكل ده لحد ما يبتدي القوام كده بتاعهم يتقل شويه. وبعدين هرفعهم كده من على النار، وده بيكون شكل صوص الكراميل. هبتدي بس اصفيه لمنع اي تكتلات موجوده، هو بيكون ناعم بس للتأكيد برضو، وهيطلع بالشكل ده. هبتدي بقى اركنه كده على جنب لحد ما يبرد. جبت بقى العجينه بعد ما ارتاحت كده في التلاجة، هبتدي بقى اشكلها. جبت بقى النشابه، وهبتدي بقى افردها بالشكل ده، وابتدي اظبط كده الزوايا بتاعتها واسويها بالشكل اللي قدامكم ده. وبأي كوبايه بقى كده هضغط عليها لحد ما تدينا الشكل الدائري ده. هشيل بقى اي زوايد من العجين، واخد بقى قطع البسكوت ارصها كده على الصينيه، وده بيكون شكل البسكوت. ابتديت بقى ارصه كده على الصينيه، وهبتدي بقى اكمل بقيه الكميه. طبعا كل العجين اللي بنبقى يعني شايلينه كده على جنب، ببتدي برضو اخده واجمعه وارجع تاني افرده بالنشابه بالشكل ده واسويه، وابتدي برضو ارجع تاني اعمله بالكوبايه بالشكل الدائري ده، واشيل اي زوايد واشيل الباقي كده على الصينيه. بعد بقى ما خلصت الكميه اللي معايا، هبتدي بقى ادخله على فرن ساخن درجه حرارته بتكون 180، هيقعد معايا تلت ساعه. اول ما يلون كده من تحت، يعني يكون لونه ذهبي كده شويه، هبتدي اشغل الشوايه عليه ياخد لون كده من فوق، هيطلع بالشكل الجميل ده. طبعا اللون من فوق ومن تحت نفس اللون، شايفين لونه قد ايه جميل؟ بيكون بالشكل ده من تحت ومن فوق برضو نفس اللون. هجيبه كده في طبق. وده صوص الكراميل بعد ما برد، انا ضربته هنا بعد ما برد بس بالمضرب عشان انا حابه ان لونه يكون فاتح بالشكل ده. جبت بقى شويه كده من الشوكولاته سيحتهم، يعني نص قالب كده من الشوكولاته، ابتديت اسيحهم كده بمعلقتين كده من الزيت. وجبت هنا فول سوداني انا محمصاه برضو في البيت. هبتدي بقى احط صوص الكراميل عليه بالشكل ده، وهنزل بقى بيه في الفول السوداني. هنفض اي زوايد منه، وبعدين هغمسه كده في الشوكولاته بالشكل ده، واي زوايد من الشوكولاته برضو هنزلها وهتمسك معانا في الاخر.
هبتدي بقى اكرر نفس الخطوات مع الباقي. احط بقى شوية كده من الكراميل، شوية كده من السوداني، وهنزل عليهم بقى بالشوكولاتة، وهيطلع بالشكل الجميل ده. زينته بقى كده برشة كده من الفستق من فوق. شايفين قد ايه شكله جميل جدا، وطعمه ما تفرقوش كده عن بره، واحلى كمان. شايفين شكله من جوه والكراميل فيه عامل ازاي، بيبقى سايح كده والشوكولاتة جامدة من فوق. طبعا الطعم جميل جدا، والبسكوت مقرمش قوي معاكم. طبعا انا الكمية دي صورتها، يعني دخلتها كده في التلاجة سريعا يعني علشان اقدر اصور الفيديو وبس كده. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش بقى الفولو واللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.